هل اقترب شروق الشمس من مغربها؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ماذا وقع في الأيام الماضية؟ والذي فجر هذه المفاجأة ليس بمسلم أو رجل دين، ولكن العلم هو الذي فجر هذه المفاجأة المدوية. بالضبط مجلة نيتشر القائمون عليها أغلبهم نصارى وملحدون يؤمنون بنظرية التطور لداروين. مجلة نيتشر من أشهر مجلات المختصة في العلوم والبحث العلمي، رصدت أشياء غريبة تحدث في نواة الأرض. بالضبط سنة 2009 قاموا بدراسة بفريق علمي مكون من أمريكيين وصينيين راقبوا اهتزازات الزلازل، فاكتشفوا أن نواة الأرض قد توقفت عن الدوران. وفي بداية سنة 2023 بدأت نواة الأرض في الدوران عكس اتجاه دورانها الأول، وهذا معناه أن نواة الأرض تدور في اتجاه والأرض تدور في اتجاه آخر. هذا مع مرور الوقت يعني أن الأرض ستغير اتجاه دورانها، وبالتالي شروق الشمس من مغربها. نلاحظ عند وقوع زلزال أو كارثة طبيعية العلماء دائما ما يفسرونها تفسيرا علميا صرفا، ويتجاهلون القدرة الربانية، وكذلك يتجاهلون أن هذه الكوارث تقع بأمر من الله. نحن كمسلمون على يقين تام أنه في يوم من الأيام ستشرق الشمس من مغربها، وهذا موجود في الكتب الإسلامية، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاكتشاف هو تحذير وفي نفس الوقت تأكيد لصحة الإسلام. من الناحية التحذيرية يجب علينا كمسلمون أن نهتم بأمورنا الدينية ونجعلها من أولوياتنا. كما تعلمون فشروق الشمس من مغربها يعني انسداد أبواب التوبة، نسأل الله أن يجعلنا من التوابين. فالغرب نشروا هذا الخبر لكي يقولوا أن العلم وصل لنواة الأرض، والتباهي لما وصلوا إليه من تكنولوجيا متقدمة وعلم. ولكن بعد رؤيتهم لتجاوب العقل الإسلامي مع هذا الخبر، وخوفهم كذلك من تجاوب الغير مسلمين مع ما تحمله الكتب الإسلامية، نشروا ورقة بحثية مضللة تقول أن الأرض تبدل دورانها كل 7 عقود. وهذا الدوران المكتشف حديثا دليل على ظهور كوارث شمسية وكهرومغناطيسية قد تدمر كل التكنولوجيا الحديثة.